مرحباً بكم في عالم الرعب والغموض. اكتشفوا القصة المرعبة القلادة المسكونة، حكاية الرعب الأبدي. انضموا إلى جيسيكا في رحلتها المروعة ضد الشيطان الذي يطاردها من خلال قلادة مسكونة ومرآة ملعونة. شاهدوا كيف تتصاعد الأحداث إلى ذروتها المخيفة عندما يتدخل صديقها مارك في محاولة يائسة لإنهاء اللعنة بالنار. هذه القصة المثيرة والمليئة بالتشويق والإثارة. اضغطوا على زر الاشتراك والجرس لتصلكم أحدث القصص المرعبة. ترث جيسيكا منزلاً قديماً من قريب بعيد لم تعرفه من قبل. أثناء استكشاف العلية المغبرة تكتشف قلادة مزخرفة بين القطع الأثرية المليئة بخيوط العنكبوت. انجذبت للقلادة وأخذتها إلى غرفة نومها ووضعتها على منضدة الليل. تلك الليلة اجتاح غرفة جيسيكا تيار بارد، وسمعت همسات خافتة تطلب المساعدة. رغم البرد تجاهلت الأمر كأوهام من خيالها. في الصباح التالي شعرت جيسيكا بالقلق عندما وجدت أن القلادة تحركت من مكانها الأصلي. حاولت تجاهل الأمر، لكن الأحداث الغريبة بدأت تلاحقها. أشياء تتحرك من تلقاء نفسها، ظلال تتنقل على الجدران، وهمسات تتردد في الشقة. بدأت القلادة تتوهج بشكل خافت، مما زاد من اضطرابها. يائسة للحصول على إجابات، زارت جيسيكا المكتبة المحلية واكتشفت قصة مرعبة. القلادة كانت ملكاً لإليزا وورثينغتون، امرأة قتلت بوحشية قبل قرن من الزمان. تقول الأسطورة إن روح إليزا محبوسة داخل القلادة، مما يلعن كل من يمتلكها. حذرها أمين المكتبة من أن الطريقة الوحيدة لرفع اللعنة هي تدمير القلادة في موقع وفاة إليزا. مصممة على إنهاء العذاب، وجدت جيسيكا القصر المهجور حيث قتلت إليزا. كان المنزل يتداعى والهواء مشبع بالشر. اقتربت جيسيكا من المدفأة القديمة ووضعت القلادة بداخلها محاولة حرقها. بينما كانت تراقب النيران ظهرت روح إليزا ووجهها ملتوي من الألم. صرخت الروح بصوت مروع محاولة الوصول إلى القلادة. جذبت قوة غير مرئية جيسيكا نحو المدفأة محاولة إيقافها. كافحت جيسيكا تصرخ لوقف العذاب. بينما أصبحت روح إليزا أكثر يأساً، بدأت القلادة في التشقق تحت الحرارة. بجهد أخير وحاسم دفعت جيسيكا القلادة إلى النار، مما أدى إلى تحطيمها إلى مليون قطعة. عندما بزغ الفجر خف الضغط الثقيل في الجو. أطلقت روح إليزا صرخة أخيرة مليئة بالحزن قبل أن تتلاشى في ضوء الصباح. جيسيكا مرهقة ولكنها مرتاحة جمعت بقايا القلادة ووضعتها في صندوق مكتوب عليه ذكريات قديمة. أغلقته بعيداً، أخيراً حرة من اللعنة المروعة. فكرت جيسيكا أن مشكلتها قد انتهت مع تدمير القلادة، ولكن السلام لم يستمر طويلاً. عادت الهمسات أكثر إلحاحاً ورعباً من قبل. شعرت جيسيكا بأن هناك حضوراً شريراً في المنزل. لاحظت أن المرآة القديمة في غرفتها التي ورثتها مع المنزل بدأت تتغطى بالضباب رغم أن الغرفة جافة. من خلال التكثف رأت أشكالاً مظلمة تتحرك خلف انعكاسها. قلبها تسارع بينما مسحت المرآة، لكن الأشكال بقيت تزداد وضوحاً. عجزت عن التخلص من الشعور بأنها مراقبة. بحثت جيسيكا في تاريخ المرآة. قادها بحثها إلى دفتر قديم من مالك المنزل السابق يكشف حقيقة مرعبة. المرآة كانت بوابة استخدمها السكان السابقون للتواصل مع شيطان. تمكنوا من نفي الكيان مؤقتاً، لكنه لم يهزم تماماً. يائسة للحصول على حل، زارت جيسيكا المكتبة مرة أخرى طالبة المساعدة من خبير في الأمور الغامضة. نصحها الخبير، رجل منعزل يدعى السيد فليتشر في الستينيات من عمره، بأن حضور الشيطان لا يمكن أن يتجسد في المرآة فحسب، بل يمكنه أيضاً التأثير على الواقع. نصحها بإجراء طقوس تطهير لطرد الشيطان نهائياً. عادت جيسيكا إلى المنزل مستعدة للطقوس. أثناء ترديد التعاويذ بدأت المرآة ترتجف والهواء أصبح بارداً. تشوه انعكاس المرآة مظهراً وجوهاً شيطانية مشوهة ومشاهد من الفوضى. صدى صوت الشيطان منخفض وغرغر عبر الغرفة يسخر من جهودها. الشيطان لا يمكنك الهروب مني. تم استدعائي إلى هذا العالم ولن يتم طردي بهذه السهولة. واصلت جيسيكا الطقوس، صوتها ثابت رغم خوفها. سطح المرآة تشقق ووجه الشيطان التوى من الغضب. تدور الظلال حول الغرفة وانتشرت رائحة كريهة. فجأة غمر الظلام الغرفة. تمكنت جيسيكا من سماع زئير الشيطان والشعور بحضوره الخبيث يزداد قوة. تحطمت المرآة، مما أرسل شظايا الزجاج في كل مكان، لكن صوت الشيطان لا يزال يلوح، الآن أكثر يأساً وغضباً. الشيطان، تعتقدين أنك انتصرتِ؟
هذه البداية فقط. مع سقوط آخر بقايا إطار المرآة على الأرض، خف الجو الثقيل قليلاً. جيسيكا مرتعشة ولكنها مصممة جمعت القطع المكسورة وتخلصت منها بعيداً عن منزلها. لكن بينما جلست وحدها في الصمت الغريب، شعرت بحضور غامض، تذكير بأن تهديد الشيطان قد لا يكون قد اختفى بالكامل. المعركة انتهت، لكن جيسيكا علمت أنها يجب أن تظل يقظة، حيث يمكن أن يظهر تهديد الشيطان في أي وقت. بدأت الأمور تتدهور بشكل خطير. زارها صديقها مارك في الثلاثينيات من عمره، متشكك ولكنه مهتم، ليطمئن عليها، لكنه شعر فور دخوله بجو بارد وكئيب. أصبح مارك مضطرباً ومتوتراً بشكل متزايد. فجأة انقلبت حالته إلى جنون غاضب وخرج من الشقة. وصلت جيسيكا أخباراً مروعة من الشرطة تفيد بأن مارك قتل حبيبها في نوبة جنون. كانت جيسيكا محطمة، ليس فقط بسبب الخسارة، ولكن أيضاً بسبب أن الشيطان كان يسيطر على مارك. عادت جيسيكا إلى المنزل مستعدة للطقوس النهائية لطرد الشيطان. بدأت في ترديد التعاويذ، وسرعان ما بدأت الغرفة ترتجف. ظهر الشيطان بشكل كامل، مظهراً مروعاً من الغضب والظلام. فجأة اقتحم مارك المنزل في حالة من الجنون، حاملاً علبة بنزين. مارك بجنون: يجب أن ينتهي هذا. بدأ مارك بصب البنزين حول المنزل وإشعال النار، مؤمناً أن الحريق سينهي كل شيء. حاولت جيسيكا إيقافه، لكن مارك كان بعيداً عن العقل. انتشرت النار بسرعة، وجيسيكا أكملت الطقوس بينما كانت النيران تلتهم كل شيء. صرخ الشيطان بألم وغضب، مختلطاً بأصوات الحريق. هربت جيسيكا من المنزل المحترق شاهدة الدمار، وهي تدرك أن الشيطان قد اختفى أخيراً. لكن برغم الانتصار، وقفت جيسيكا بين الأنقاض محطمة وحزينة، تعلم أن المعركة قد تكون انتهت، ولكن تأثيرها سيظل يلاحقها إلى الأبد. استمتعتم بالقصة المرعبة القلادة المسكونة، حكاية الرعب الأبدي؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو للبقاء على اطلاع بالمزيد من القصص المخيفة. شاركوا آراءكم في التعليقات وأخبرونا ما هي القصص المرعبة التي تودون رؤيتها في المستقبل. ترقبوا المزيد من المحتوى المثير وانضموا إلينا في هذه الرحلة المرعبة إلى المجهول.